ولما نقول جواهر مصر يعني الدكتورة مروة الشربيني. معايا النهارده الدكتورة مروة الشربيني. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. في أصل الحكاية عايزين نعرف إمتى وإزاي بدأتي في مجال الذهب؟ امتى وازاي؟ انا بدات من حوالي 5 سنين في مجال الذهب، فطبعا اي مجال بدخل فيه بحب ان انا اكون ادرس كل الجوانب اللي فيه، يعني درست كل حاجه فيه. حتى الدايموند درست فرصه ان بنتي كانت بتتعلم في فرنسا فدرسته هناك، وبدات اتعلم حاجات كتيره في الالماظ هناك، حتى بدات ابص في مزادات في فرنسا وادخل واتعلم، وخدت كورس هناك يعني، فاخدت الموضوع باستفاضه يعني. وبدات افتح جواهر مصر براند يعني خاص بيا من حوالي سنه، من سنه 2024 يعني تقريبا. احنا في الشهر ده هنكمل سنه على افتتاح جواهر مصر. وصلنا لسؤال يزعل. مستعدة؟ مستعده. اوكي. السؤال أنا مش هقوله اوكي. خلاص، فأنا هديه لحضرتك. لو وافقتي هتقريه وبعد كده نجاوب مع بعض. أوكي؟ اوكي. اتفضلي. ايه ده السؤال ده؟ انا فتحت بالواسطه؟ يعني ايه بالواسطه؟ انا فتحت بفلوسي. بزنس زي اي بزنس، مكافاتي كمان، لان انا الوحيده حتى اللي بشتري الماس حتى لو مش بتاعي. ايه واسطه دي؟ لا طبعا. خد السؤال بتاعك. هذا البرنامج برعاية. عايزين نعرف الناس ازاي بتتعبي وازاي بتروحي بتسافري تركيا وبتسافري دبي وبتسافري ايطاليا، بتسافري بلاد كتيره جدا عشان تتعبي وتجيبي موديلات مميزه لجواهر مصر، بتعملي تصميمات خاصه بيكي لوحدك تكوني منفرده بيها. عايزين نعرف ايه اصل الحكايه. انا فعلا عندي استعداد اروح لاخر العالم ان انا اجيب احلى شغل يعني، واحلى موديلات واحلى ديزاينات، وخصوصا ان انا شغلي مختلف عن الناس كلها. فانا يعني كنت شايفه كل الناس دايما مركزين على دبي دبي دبي، فبدات اطلع تركيا، فاعتبر ان اول واحده دخلت المصانع في تركيا وصورت لايفات من جوه المصانع. طلعت ايطاليا، اول برضو واحده دخلت مصنع جرازيلا في ايطاليا، اللي هي اشهر طبعا واحده بتاعه الذهب في العالم يعني. فبحب اروح دايما للمصانع المشهوره هناك بره واخد احلى الموديلات، يعني اكون انا دايما ابدا بالموديلات الجديده اللي تدخل مصر، بمعنى اصح اللي هو شعار جواهر مصر، ان الترند دايما بيبدا من جواهر مصر. يعني فعلا انا اي ترند نزل مصر بدا من جواهر مصر. فدايما بحب كل حاجات جديده ومختلفه وغريبه، مش بحب التقليدي يعني. فدايما اي قطعه بختارها من بره فعلا بعديها بفتره بقى بلاقيها ترند وعليها هجوم. يعني الخاتم ده مثلا، ده اول واحده جبناه مصر هنا، منه طبعا الاسد والتايجر، في منه 2 جرام، ال 4 جرام، 6 جرام. الخاتم ده عمل ضجه جامده جدا وقلب الدنيا في مصر، وعملنا بيه ترند قوي جدا، وبعد كده بدات بقى التجار يجيبوه كتير برضو، فخلاص خدنا بيه الترند وما جبتوش تاني الا مرتين ثلاثه وخلاص. يعني اللقطه اللي هي اول لقطه خلاص. بس المهم ان الترند دايما بيبدا من عندنا، من الحاجات الجديده والمختلفه والغريبه، ومش في الذهب بس، في الالماس كمان. يعني في ترندات قويه جدا عملتها في الالماس، حاجات في التنسات، حاجات كتير قوي. بدات اعرف الناس ازاي ما يضحكش عليهم في الالماس، ازاي يعرفوا يشتروا الماس صح، ازاي يستثمروا ويكسبوا في الالماس. مفهوم الخطا بقى ان الالماس دايما بيخسر، لا، معانا احنا بيشتروا بيلبسوا وبيكسبوا كمان في الالماس. غير بقى اشتغلنا كمان في الاحجار الكريمه، خصمنا كل الاحجار من الذهب وبقينا نديهم وزن الذهب فقط بدون الاحجار، فده بالنسبه لي كان دعايه وشهره. الاحجار دي غاليه بس انا بخصمها كدعايه ليا، ده برضو اللي ميزنا جدا وخلينا نتميز في الفتره دي. في اصل الحكايه سوق الذهب مش مول الذهب، سوق الذهب لما يضم 200 محل مجوهرات. رأي حضرتك ايه في الموضوع دوت؟ لا طبعا فكره كويسه، وبتبقى سوق ومجال للذهب كل الناس تشتري يعني بدل ما تدخل سوق ان اكبر عدد محلات في حته واحده، هل ده ممكن يفيد المناطق اللي جنب العبور؟ طبعا ممكن. يعني في طبعا مناطق اللي هناك بيبقى فيهم سوق ذهب، طبعا هيبقى شغال على كاتيجوري معين، طبعا يفيدهم جدا يعني، زي بدل ما ينزلوا وسط البلد اللي هو الصاغه والحاجات دي. لا طبعا فكره كويسه طبعا، يعني المحلات بتشغل بعضها يعني. ايوه انا قصدي كده بالظبط. بالظبط يعني. عايزين نعرف اصل الحكايه، ليه بيقولوا على جواهر مصر اختيار المشاهير؟ ايه اصل الحكايه في الموضوع ده؟ بص حضرتك، هو عشان خاطر احنا عندنا شعارنا من اول يوم بدات فيه البراند،
مع جواهر مصر هتكوني اشيك ست في مصر. فاكتريه كل الممثلين دول صحابي اصلا اوريدي، ومعجبين بالزينات بتاعتي وحابين يلبسوا من عندي، وزي ما الناس كتير بيقولوا لا ده بياخدوا الموضوع ده هدايا، لا طبعا بييجوا بيشتروا فعلا. يعني مثلا في عبده كانت عايزه حاجه معينه جبتها لها، يعني كردان معين كده معمول اصلا من حاجات الانتيك جبته لها، فدايما بيطلبوا مني حاجات معينه عشان دايما بيلاقوا يعني عندي هنا حاجات مميزه مش موجوده عند حد. هم دايما بيحبوا يلبسوا المميز، فمش بيلاقوا المميز غير في جواهر مصر. مش بس الممثلين، انا عندي كمان مراتات سفراء، عندي ستات اميرات بيجوا يلبسوا من عندنا اصلا دايموند، حاجات كثيره جدا يعني. فالحمد لله في فتره قصيره قدرنا ان احنا نوصل لناس كثيره قوي. الناس اللي انا حابه ان انا اتعامل معاهم، الكلاينت بتوعي انا اللي حابه اتعامل معاهم، واللي فاهمين قيمه حاجتي كويس يعني. عايزين نعرف اصل الحكايه، امتى بداتي السوشيال ميديا، وايه احسن كومنت جالك او موقف مش قادره تنسيه؟ في مواقف كتيره برضو مريت بيها يعني. مثلا الناس اللي كانوا سبورت ليا، المفروض ان هم سبورت ليا، اكتشفت ان هم فيك قوي يعني. وناس كتيره جدا من الناس العملاء اللي عندي لقيتهم سبورت ليا مع انهم ما يعرفونيش. والناس القريبين كل ما بكبر وانجح حاسس ان بيبقى في حقد وغيره وحاجات غريبه جدا. فاكتشفت مواقف كتير قوي فعلا يعني، كشفت لي ناس كتير قوي، كشفت لي ان الناس اللي هم الكلاينت بتوعي اللي ما يعرفونيش هم اكتر ناس سبورت ليا مع انهم ما يعرفونيش. والناس اللي يعرفوني اكتر ناس بقوا يعادوني كل ما بنجح، مع اني كنت كويسه جدا معاهم. برنامج اصل الحكايه، عايزين نعرف ايه راي حضرتك. هل الفكره دي مفيده لتجار الذهب، لسوق الذهب؟ هل عجبتك الفكره؟ هل نستمر فيها؟ انت شايفه ايه برنامج اصل الحكايه؟ ايه راي حضرتك؟ الصراحه فكره برنامج اصل الحكايه طبعا لا، فكره كويسه جدا. ويعني كل واحد جواهرجي او يستفيد من قصه كل واحد، او كل شخص طلع عرض قصته معاك، لا اكيد يعني كل واحد هيستفاد من التاني. طبعا هي فكره كويسه جدا ان انت بتعرض كل النواحي بالنسبه لكل شخص بدا البراند ازاي، فممكن اي حد تاني يستفيد منه يعني. سواء بنتكلم عن مواضيع الذهب او بنتكلم عموما اصلا في الحياه ان هو ازاي بدا او كده، فالناس هتستفيد ككلاينت، وناس تانية اللي داخله برضو جديده على مجال الذهب هتستفاد برضو من الناس القديمه يعني. طبعا فكره كويسه جدا يعني. عايزين نعرف بقى في اصل الحكايه، حضرتك متخصصه اكتر في مجال الالماظ، فالالماظ ليه مدارس كتيره جدا، فاي مدارس اللي بتحبيها؟ هل المدارس الحديثه ولا المدارس القديمه؟ عايزين راي حضرتك في اصل الحكايه. لا طبعا انا بحب المدرسه القديمه، يعني زي ما بيقولوا ذا اولد از جولد يعني. الناس دي طبعا استفدنا منها كتير جدا. الناس الجوهرجيه القدام بتوع الالماظ يعني دولت الاصل بتوع الالماظ. لا طبعا انا بحب المدرسه القديمه لان هم دولت اصل الالماظ، وبحب اتعلم منهم وبحب اقعد معاهم وافهم منهم. الجديد جديد برضو يعني، بحب اخد من الفكر القديم كخبره، وبحب اخد من الفكر الجديد كتطور، فبحب اعمل ميكس بين الاثنين يعني. هنسيب الاسئله وضرب نار. ايه الحرب اللي اتحاربتيها عشان توصلي لاسم جواهر مصر؟ يا ده مش ضرب نار، ده قعدت حاربت كتير قوي، بس كل ده ما فرقش معايا. كنت دايما قدامي هدف وطريق لازم اوصل له، وانا دايما بحب النجاح. فمن الاول اصلا كلمه جواهر مصر كانت مرفوضه اصلا ان احنا نسجل الكلمه دي عشان مصر، فقلت لهم استحاله، صممت لحد ما توافق عليها اسم جواهر مصر، عشان كان عندي طموح ولا زال موجود برضو ان شاء الله ان انا لما اطلع بره مصر يبقى باسم جواهر مصر. دي اول موضوع كده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن اذا كان على الحرب في السودة طبعا حرب كتير جدا، بس كل ده ما كانش بيهمني، ما كنتش شايفه اي حد خالص غير الهدف اللي انا عايزاه، لان انا نازله بفكر مختلف عن كل الناس، وعشان تكون مميز لازم تكون مختلف. فهو ده اللي خلاني واثقه طبعا في ربنا اولا ان انا هنجح يعني. والحمد لله كان بيبقى في خطوه وبعدها خطوه برغم كل الصعوبات، بس طبعا كل ده بتوفيق ربنا يعني. عايزين نعرف اصل الحكايه، حضرتك بتختاري التصميمات ازاي اللي بتشتغلي بيها؟ كل التصميمات اللي بختارها طبعا ببقى دارسه جدا السوق وايه احتياجات المرأة يعني، او في الفاشون كمان بعمل ميكس بين الفاشون والاحجار اللي انا بعملها، الديزاينات اللي بعملها. فدايما بحب اعمل حاجات جديده وتعمل ترند مع الناس يعني، اكون انا اول واحده منزلاها او عامله بيها ترند. فالحمد لله في الفتره القصيره دي نجحنا في مجال طبعا الاحجار، تصميم بالاحجار، لعبت بالاحجار جامد جدا. الناس حبتها، وكمان انا في ميزه ان انا بخصم كل الاحجار يعني. حتى في ناس قلدتنا بقت تحسبها لا انا بخصم كل الاحجار، بعتبرها برضو نوع من الدعايه. غير ان انا كمان بعمل لهم حاجه اسمها اوت فيت، بحاول اعمل تنسيق بين الجولري، ازاي تلبسي جولري مثلا في اي مناسبه وانت خارجه الصبح وانت رايحه اي مناسبه، فبعمل اللي هو ميكس بين
الفاشون، اللبس والجولري، فدي حاجات كتيرة قوي ببقى داخلة في كل الديتيلز بتاع الست يعني. عايزين نصيحة من حضرتك في أصل الحكاية، تنصحي أي حد مهتم في مجال المجوهرات تنصحيه بإيه؟ طبعا بنصح الفترة دي إن أي حد يشتري ذهب وألماس، والألماس مش زي ما هما فاكرين إن هو بيخسر، لا الألماس أحسن استثمار. وبنصح كمان كل واحدة إن هي تشتري من واحدة ست، ما تشتريش من راجل، مع احترامي لكل الرجالة طبعا، بس الست ست هتعرف ازاي تلبسها، تقول لها الذوق بتاعها كده يعني. واحنا شعارنا في جواهر مصر هتكوني اشيك ست في مصر، طبعا تشتري مننا يعني. بيقولوا، مش أنا اللي بقول، بيقولوا إن حضرتك بتبيعي أغلى من السوق، مش أنا اللي بقول. عايزين نعرف أصل الحكاية، الكلام ده حقيقي؟ مين الناس اللي بتقول كده؟ دولت اعداء النجاح حضرتك يعني، مفيش الكلام ده خالص. اولا احنا من حقنا ان احنا نبيع اغلى من اي حد، وانت لو فاتح محل في الفور سيزون زي ما فتحوا في وسط البلد، احنا بالنسبه للمكان اللي احنا فيه الفور سيزون، وبالرغم من كده احنا اقل مصنعيه في السوق واقل اسعار في السوق، وموديلات مش موجوده عند اي حد. يعني تقدر تدخل هنا هتلاقي موديلات مش موجوده عند مصر كلها. انا عندي موديلات خاصه بيا منفرده بيها، غير ان بجيب الحاجات المميزه جدا، وكمان اقل مصنعيات. احنا في مكان المفروض ان هو راقي، في مناطق هناك عند القصر بيبيعوا اسعار غاليه جدا، المفروض ان هو كاتيجري اقل، انا ببيع اسعار اقل منه. فكل دي اشاعات للناس اللي خايفه من وجودنا في السوق. واضح أنت بيه. وفي نهاية الحلقة دايما الضيف هو اللي بيختم الحلقة، ممكن تختم الحلقة؟ انتظرونا يوم الخميس الساعه 9 في برنامج اصل الحكايه مع الاستاذ عماد كوده وجواهر مصر، عشان تكوني اشيك ست في مصر. هذا البرنامج برعاية أصل الحكاية مع عماد كوداك وأصحاب محلات ومصانع الذهب. تعالوا نشوف أصل الحكاية.